إذن سيحاول المنتخب الجزائري ممثل العرب الوحيد في مونديال جنوب إفريقيا بلوغ الدور الثاني في ثالث مشاركة له في نهائيات كأس العالم. مشاهد الفرحة هذه التي عمت ربوع الجزائر خلال شهر نوفمبر الماضي، والاستقبال الأسطوري الذي خصصته السلطات العليا في الجزائر لمنتخب كرة القدم لدى عودته من درمان بعدما نال تأشيرة التأهل للمونديال، جاءت لتؤكد عودة الجزائر إلى الساحة الكروية العالمية. نظن الدور الأول والكبير اللي بدينا به هو النظام واختيار رجال في المكان المناسب. نظن هذا هو الشيء المهم، يعني التسيير والرجال المناسبين هو السر النجاح. تعود آخر مشاركة للجزائر في نهاية كأس العالم لعام 86 في مكسيكو بعدما خرجت من الدور الأول، وقدمت آنذاك مباراة تاريخية أمام البرازيل وانهزمت فيها بهدف وحيد. وقبل ذلك كان التألق في أول مشاركة عام 82 في إسبانيا بفوز تاريخي على ألمانيا وأيضا على تشيلي، وخسارة واحدة أمام النمسا التي تآمرت فيما بعد مع ألمانيا لإخراج المنتخب العربي الجزائري بطريقة استنكرها الجميع. الآن وقد عادت الجزائر للمونديال بعد مشوار رائع في التصفيات، وبعدما أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب إنجلترا أمريكا وسلوفينيا، فكيف هي حظوظ الجزائر في جنوب إفريقيا؟ فريق اللي يروح للكأس العالم هو يكون فريق قوي. درك عندنا مباراة مهمة مع سلوفينيا، هي المباراة الأولى، مباراة مع أمريكا ومباراة مع إنجلترا. هما مباراة يكونوا صعاب، بس احنا عندنا إن شاء الله ربي ينجحنا إن شاء الله، وربي يمدلنا القوة نفوزوا على سلوفينيا الماتش الأول. وإن شاء الله احنا المهم تاعنا تشريف الجزائر وتشريف الكرة العربية ككل، لأننا الفريق الوحيد العربي اللي يمثل العرب. إن شاء الله راح نمثل العرب في أحسن تمثيل ونشرف الكرة العربية ككل والكرة الجزائرية إن شاء الله. المدرب الجزائري رابح سعدان اختار التشكيلة التي ستشارك في المونديال، والهدف الأساسي هو بلوغ الدور الثاني. فهل يتحقق حلم الجزائر والعرب